مصر 30 دقيقة نستعرض من خلالها أهم الأحداث المحلية والعالمية في مصر وخارج مصر. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد قيادة القوات الجوية بمصر الجديدة بالقاهرة. وقد أدى الصلاة أيضا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والعديد من قيادات القوات المسلحة. واستمرارا للتلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري، شاركت عناصر من القوات المسلحة المواطنين المسافرين على طريقي القاهرة الإسكندرية الصحراوي والقاهرة العين السخنة للاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك من خلال العديد من العروض والمعزوفات الغنائية والوطنية التي قدمتها الموسيقات العسكرية عند بوابتي طريق الإسكندرية الصحراوي والقطامية، وتوزيع الهدايا التذكارية على المسافرين. وقد حرصت القوات المسلحة على استطلاع آراء المواطنين والتعرف على مقترحاتهم بشأن الخدمة المقدمة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكذلك طريق القطامية العين السخنة الذي يعد من أبرز إنجازات القوات المسلحة في مجال الطرق الحرة التي تحقق الأمان والسيولة المرورية واختصار زمن الرحلة بين المحافظات. وأعرب العديد من المواطنين عن اعتزازهم بالدور الوطني التي تقوم به القوات المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين. نشكر القوات المسلحة وبنشكر المجهودات اللي بيعملوها في الطرق، حاسين بفرق كبير في الطرق، والأمن والأمان بدأ يزيد بعد الفترة الأخيرة دي. وربنا يوفقهم وربنا يحافظ عليهم من الإرهاب في مصر، وربنا يديم المحبة ما بين كل أفراد الشعب المصري. بنشكر القوات المسلحة على الخدمات اللي بتقدمها لحماية الوطن وللطرق. والقوات المسلحة بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبنشكرهم على مجهوداتهم، وحقيقي هم عاملين مجهود وبيضحوا بأرواحهم وبنفسهم من أجلنا، كتر خيرهم حقيقي. بتوجه بالشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. بصراحة أنا شايف مجهودات جامدة جدا، وشايف تأمين جامد جدا. أقول لهم ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويحميكم لمصر. قام اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لقبر الجندي المجهول بميدان الشهداء بمحطة مصر، حيث وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. الفاتحة على أرواح الشهداء. سلام سلاح. حضر الاحتفال اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، وكافة قيادات مديرية أمن الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية. عقب ذلك قام مدير أمن الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية بمصافحة الضباط والقيادات العسكرية والشرطية مهنئينهم بالعيد الفطر المبارك. وقد حضر المراسم اللواء ناصر العبد مدير مباحث الجنائية بالمديرية، واللواء شعبان منيسي حكم دار المدينة، وعدد من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والشرطة، وبعض ممثلي الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية. استقبل اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكية، حيث قام القمص رويس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكية مندوبا عن قداسة البابا التوادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم تهنئة قداسة البابا إلى محافظ الإسكندرية ولمواطني الإسكندرية. وقد حضر ضمن الوفد المرافق القس إبرام إيميل ولفيف من القساوسة ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكية بالإسكندرية، والسيد نادر مرقس ممثلا عن المجلس الملي بالمحافظة.
واستقبل محافظ الإسكندرية أيضا عددا من القيادات العسكرية والشرطية في المحافظة الذين جاءوا لتهنئة المحافظ وأهالي الإسكندرية بحلول عيد الفطر المبارك، وفي مقدمتهم الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية. وفي إطار احتفالات الإسكندرية بعيد الفطر المبارك، قام اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية بزيارة لمستشفى رأس التين العام بحي الجمرك، وذلك لتقديم التهنئة والهدايا للمرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفى. وقام محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له بالمرور على كافة المرضى والأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى لتهنئتهم بالعيد. وأثنى محافظ الإسكندرية على نظافة المستشفى وحسن معاملة الأطباء وأطقم التمريض للمرضى. كان في جولة محافظ الإسكندرية الدكتور أيمن عبد المنعم وكيل وزارة الصحة، واللواء حسين رمزي سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم الألفي السكرتير العام للمحافظة، والسيد أحمد أبو طالب رئيس حي الجمرك، وكافة قيادات محافظة الإسكندرية. هي اخبارها ايه؟ سلمي ما تسلميش ازيك يا عسلاية؟ ازيك؟ السنة ايه؟ مش تقول خلاص. طيب اوعى تسيبني بقى كل سنة طيب. ربنا يبارك له، ربنا يبارك له، وهو ده المفروض، ربنا يبارك له في صحته وفي عياله. ربنا يكرمنا كلنا نبقى محترمين يا رب. ربنا يبارك له. بس انا جسمي في الشارع عشان كده الناس دي كويسه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ربنا يكرمك. زي ما انا عندي مشكله. قول يا فندم. قام محافظ الإسكندرية بزيارة أسرة الشهيد النقيب محمد درويش قائد سرية حرس الحدود الذي راح ضحية الإرهاب الأسود في حادث الفرافرة الإرهابي. وقدم محافظ الإسكندرية واجب العزاء لأسرة الشهيد داعيا الله عز وجل أن يحتسبه شهيدا من شهداء الوطن. وقرر محافظ الإسكندرية إطلاق اسم الشهيد نقيب محمد درويش على مدرسة العبور التجريبية المتميزة بشارع فؤاد، والتي تقع بالقرب من منزله ومنزل الأسرة، تخليدا لذكراه وليكون قدوة للأجيال الجديدة في الشجاعة والتضحية بالنفس من أجل الوطن. هو محمد أبو محمد اتقتل من ورا بقى. قتل 3 هو محمد. عارفين تفاصيل الموضوع احنا. قتل 3 وبعدين ضرب من ظهره. جبان. ضرب من ظهره في دماغه. على وشه. ايوه. ضرب حتى في دماغه. ضرب كده. افتتح محافظ الإسكندرية هذا الأسبوع ميدان ساعة الزهور بأول شارع فؤاد بعد تجميله. وقام محافظ الإسكندرية بإعادة تشغيل الساعة لأول مرة منذ 15 عاما، حيث خضع الميدان خلال الشهور الماضية للعديد من أعمال الترميم والتجديد وأيضا التجميل وزراعة المنطقة المحيطة به بالكامل. حضر الافتتاح الأستاذ محمد عبد الرازق رئيس حي وسط وشباب من فرق الكشافة البحرية بالإسكندرية وعدد من المواطنين. تفقد محافظ الإسكندرية هذا الأسبوع
موقف الميكروباص بالكيلو 21 لإعادة تشغيله والقضاء على المواقف العشوائية بالمنطقة. وقرر محافظ الإسكندرية عقد اجتماع خلال الأيام القادمة مع كافة الجهات المختصة لبحث إعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن. كما تفقد محافظ الإسكندرية في نفس اليوم أعمال إزالة تعثرات بالصرف الصحي أمام محكمة الدخيلة، حيث تم إزالة التعثر بواسطة سيارات المحافظة الجديدة بحي العجمي. ورافق محافظ الإسكندرية السيد علاء يوسف رئيس حي العجمي والمهندس سيد محمد مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة والمهندس أشرف محمود منسق الأعمال بمحافظة الإسكندرية. وفي إطار حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية على حل مشكلات المواطنين الواردة إليها، قام محافظ الإسكندرية بزيارة مفاجئة لإحدى الأسر القاطنة بمنطقة العامرية غرب المدينة وأخذ عينة من مياه الشرب لديهم بعد أن وردت معلومات من المواطنين عن وجود تلوث بالمياه لديهم. وطلب محافظ الإسكندرية من رئيس شركة مياه الشرب من المحافظة أخذ العينة وتحليلها وعرض نتائجها لبيان ما إذا كان هناك تلوث من المياه من عدمه. وانا هاخد الميه احللها. ممكن يا ريت يا ريس، بس يا ريت والله تبقى انا طلعت خدت بنفسي. ربنا يوسع عليك يا ريس. ادي الميه وادي ربنا يبارك فيك ان شاء الله ويبارك في امثالك يا رب. وده حق ربنا يعني ما ينفعش نجري فيها. بعتوا المعدل دلوقتي. السلام عليكم. خلاص خدت ربنا يبارك فيك. وتفقد محافظ الإسكندرية بعض أعمال التحويلات المرورية التي تتم بكوبري محرم بي بعد أن تقرر إغلاقه لمدة 48 ساعة في آخر شهر رمضان لإتمام أعمال صب حارة التوسعة، وذلك للإطمئنان على السيولة المرورية. وشدد محافظ الإسكندرية على المسؤولين بضرورة العمل بأقصى جهد ممكن لإنهاء عملية الصب في الوقت المحدد لها. وفي ضوء سياسة محافظة الإسكندرية للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بالمدينة، قام محافظ الإسكندرية ورئيس شركة الصرف الصحي بزيارة إلى شارع محفوظ بمنطقة بوالينو بمحرم بيك، وذلك لسحب مياه المجاري بالشارع بواسطة 3 سيارات شفط. وقد وردت معلومات من بعض المواطنين إلى المحافظة تفيد بوجود انسداد في الصرف الصحي بهذه المنطقة التي تسبب إزعاجا للمواطنين. وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، قام اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بعقد اجتماع ضم بعض قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والإدارة العامة للأمن المركزي، بالإضافة إلى جميع إدارات وأقسام المدينة، حيث طالب خلال الاجتماع بالتأهب والاستعداد الجيد لتأمين المدينة. وطالب مدير أمن الإسكندرية بتسليح كافة القوات المشتركة في عملية تأمين المنشآت الهامة والحيوية والشرطية بالأسلحة الثقيلة والتعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للاعتداء على تلك المنشآت. كما طلب مدير أمن الإسكندرية إدارة البحث الجنائي باستمرار وتكثيف الحملات اليومية وتوسيع دائرتي الاشتباه الجنائي والسياسي. وطلب إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات والعمل على تسيير الحركة المرورية ومواجهة الكثافات المرورية المتوقعة بأماكن التجمعات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة. وفي إطار جهود مديرية أمن الإسكندرية في مكافحة الجريمة بشتى صورها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون، قام ضباط إدارة شرطة المرافق بحملة إزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة. أسفرت الحملة عن ضبط عدد من حالات إشغال الطريق تنوعت ما بين افتراش الباعة الجائلين الطرق وبعض التعديات على أراضي الدولة من المحلات التجارية والمقاهي. كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الدراجات النارية الغير مرخصة
وأيضا تنفيذ عدد من القرارات الإدارية صادرة من حي العجمي بوقف أعمال بناء بدون ترخيص. وفي الجرائم الضارة بالاقتصاد القومي، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية هذا الأسبوع من ضبط تشكيل عصابي موزع على مناطق مختلفة بالمحافظة يضم 96 شخصا من جنسيات مختلفة تخصص في تمرير المكالمات الدولية، بما تسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات المصرية، حيث ضبط بحوزتهم العديد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الحاسوب المحمولة وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الطباعة وأجهزة لتحويل المكالمات. وجاري العرض متهمين على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. تمكنت مديرية أمن الإسكندرية هذا الأسبوع برئاسة اللواء أمين عز الدين مدير الأمن من ضبط المدعو تامر رمضان إسماعيل البالغ من العمر 44 عاما، عاطل ومقيم بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وذلك لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالأقراص المخدرة، متخذا من مسكنه وبعض الأماكن العامة بدوائر أقسام شرطة أول وثاني العامرية وكرموز ومن البصل مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته 50,000 قرص مخدر ومبلغ مالي، حيث أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار. وجري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدعوان عبد الحميد عبد المنعم 46 عاما يعمل سائق، وأسامة السيد عبد ربه 28 عاما عاطل، وبحوزتهما 400 تربة لمخدر الحشيش تزن حوالي 60 كيلو جرام. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنهم كانوا في طريقهم لترويجها على عملائهم. أما في محافظة مطروح، وفي إطار حرص مديرية أمن مطروح على سلامة المواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم، قام اللواء عناني حمودة مدير أمن مطروح بجولة مرورية على الخدمات الأمنية المعينة بكورنيش المحافظة للاطمئنان على سير منظومة العمل الأمنية. وقام مدير الأمن بتفقد الخدمات العسكرية والشرطية المختصة بتأمين المواطنين والمصطافين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في الظروف الأمنية الراهنة. كما قام مدير أمن مطروح بالمرور على الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المصطافين من خارج المحافظة الذين أعربوا عن سعادتهم بالتواجد في مدينة مرسى مطروح، وما تنعم به المحافظة من هدوء أمني وتعاون من الجميع معهم. خدمات على شواطئ الإسكندرية من إدارة الغوص، أيضا هناك بعض الخدمات بيقوم بها بعض المواطنين من إدارة الغوص. قولوا لنا النهارده يعني الخدمات اللي انتم بتقدموها للمصطافين والمعيدين في الإسكندرية. الخدمات اللي مفروضة علينا جاي 24 ساعة على قدم وساق، مفيش إهمال. في حالات غرق؟ هل في حالة واحدة من الصبح، وبعدين ما كناش موجودين هنا، احنا خدنا البلاغ من العمليات بتاعتنا ولحد دلوقتي بنبحث على البلاغ. بتبحثوا عنها؟ لسه اديك شايف. ما لقيتوهاش لسه يعني؟ لا لسه جاري البحث عنها. جاري البحث عنها. هي كانت بسبب ايه؟ بسبب سوء، هو خطأ مصيف وما بعرفش هو. كان راكب بدال وسقط من اخوه. كان راكب بدال مصيط غيري. فاحنا دلوقتي الواجب بتاعنا ان احنا نتحركهم باسرع سرعه، باقصى سرعه لمكان البلاغ، وانتم متواجدين في مكان البلاغ ونبحثهم لحد ربنا ما يكرمنا ونلاقوه. انتم موجودين على الشواطئ اسكندريه كلها مجموعات انقاذ؟ لا، احنا انقاذ تبع اداره الحمايه المدنيه. الحمايه المدنيه بيجين ده طبعا ده خلاف ان في منقذين هنا طبعا المحافظه بيبقى الشواطئ متعاقده معاهم. يعني اذا احنا مع الحمايه المدنيه تابعه لمديريه امن الاسكندريه الانقاذ النهري، بتتجولوا على الشواطئ. بيجي لنا بلاغ شخص في حاله غرق بنطلع له. يعني كان الشاطئ اللي هو فيه ما بنطلعوش من الاداره من عندنا الا لما البلاغ يجي لنا ان هو حاله غرق، خلاص غرق. لكن بعض اللانشات وبعض اللي شايف انا تبع المحافظه. تبع المحافظه. لا، في العاب مائيه موجوده النهارده، هل في احكام عليها اكتر؟
الالعاب المائيه سواء لانشات سواء كان جيت سكي او في موجوده في احكام عليها فيها موجوده. شايفين السنه دي في اقبال اكتر من المواطنين؟ هو في تحسن السنه دي في المصيف عن السنه اللي فاتت. نسبه الحضور للاسكندريه نسبه عاليه. السنه اللي فاتت ما كانش فيه مصيف اصلا السنه اللي فاتت. ده يرجع بقى الناس حست بالامان، في امن اكتر حست بالامن والامان كده اعتقد وجودكم في الشواطئ وتجولكم بيحس يعني بيدي ايمان وثقه بيدي امان للمصيف. بيدي امان للمصيف اكتر. المستفيد شايفه من خارج محافظات الاسكندريه اكتر اعتقد. عامه هي اكترها من خارج الاسكندريه. اسكندريه عامه ما بتبقاش في اثناء الصيف ده بتبقاش موجوده قد كده، يعني المحافظات جميع المحافظات. انا عايز اسالكم سؤال، يعني انتوا بتتنقلوا من شاطئ لشاطئ بناء على اتصال او تليفوني؟ على تعليمات الاداره. اللي ماسك الشاطئ بيبلغ على 180 ان في حاله غرق في شاطئ كذا. يعني في رقم 180 هو الرقم الخط الساخن 180 لاي انقاذ على شواطئ الاسكندريه. في غرفه عمليات 24 ساعه. غرفه عمليات بيتصل عليها البلاغ العربيه بلاغ بقى ان كان وهمي مش وهمي. لازم انه يجوا ونتحججوا نتحرك ونتحجج ان كان في غريق بجد او لا، لان ساعات بيبقى في بلاغات كاذبين. فانا لا، انا ما بنستناش ان هو كل البلاغ ده كاذب ولا مش كاذب، انا متحقق. احنا اتنقلنا معاكم الى مكان الاجهزه بتاعتكم. قول لي دي فيه اكسجين؟ ده اكسجين مش اكسجين، ده هواء مضغوط. وفي بدله اعتقد اهي كمان. دي بدله جافه مختصه للبرك والمستنقعات، الميه الملوثه والمجاري دي ما بتدخليش ميه او تلوث جسمي انا غطاس او تعرض جسمي لاي خطر. تمام. يعني انتوا دلوقتي بتجهزوا بالاجهزه ديت وبتحطوها في العربيه وتتنقلوا حسب البلاغ ده؟ حسب البلاغ. البلاغ بيجينا عن طريق النجده، بتبلغ اداره الحمايه المدنيه، ماشي، بناء على البلاغ من النجده للحمايه المدنيه، الحمايه المدنيه بتوجهنا. يعني انا شايف في برضه اجهزه ثانيه معاك، وقول لي. طوق نجاه. وده قطعه فم منظم زي دي كده. كل الحاجات دي بتكون موجوده معاكم، الاجهزه في حاله البلاغ تتنقلوا على طول. الغطاس مستلزماته اسطوانه والبسين والمنظم وحزام رصاص والماسك والزعانف. تمام. دولت عده الغطاس. تمام. بس طبعا عشان اللي كنا لسه في الميه وطالعين. ماشي. ده قطعه الفم اللي متنفس فيها والاسطوانه بتنفتح، والماسك ده الماسك رخر بس بيه عشان يحفظ عيني. ودي زعانف. والماسك ده عشان يحمي عيني. طبعا الجهاز ده علشان تنفس، عشان تاخد اكتر وقت ممكن تحت الميه لو في حد غريق مثلا. صح. ده بيبقى فيه 200 بيشيل 300 ضغطه 300 بار، بس احنا بنشحنوه 200 عشان امانه الجهاز. تمام. كل سنه وانتم طيبين، وبشكركم على المجهود دوت، وتحياتي لاداره الحمايه المدنيه واللواء محمد نصر. رجال الامن في الاسكندريه اثبتوا فعلا ان هم موجودين معانا في كل وقت. بشكركم وكل سنه وانتم طيبين. طيب يا باشا، كل سنه طيب.